عاوز تصطاد كاليماري وتجيب منه كميات؟ في الفيديو ده هقولك على 4 معلومات من غيرهم مش هتعرف تصطاد كاليماري صح. يلا بينا. انا خالد الغندور، ودي قناتكم قناه قلب صياد، المرجع الاول لكل اسرار صيد السمك والكاليماري. عشان تصطاد اي كائن لازم تعرف عنه كل حاجه، وفي الفيديو ده هقول لك 4 معلومات عن الكاليماري، بيهم هتقدر تعرف عنه كل حاجه وهتعرف تصطاده. اول معلومه هقولها لك ولازم تكون عارفها هي اين يعيش الكاليماري. الكاليماري بيعيش فين؟ عشان تصطاد اي حاجه لازم تعرف هي موجوده فين. طب الكاليماري موجود في كل البحار والمحيطات، وموجود على مستويات مختلفه من الميه كمان. عشان كده واحنا موجودين في البحر في المركب كنا ساعات نلاقيه في اعماق 40 و50 متر، هو طالع لنا من الشعب من تحت. يبقى اذا هو موجود في كل مستويات مختلفه من الميه. وفي الغالب بنلاقيه كمان موجود على الشواطئ، سواء هنا او هنا. هو بيعيش في ما بين الشعب المرجانيه وبين الاحجار، وبيكون موجود كمان في الاشجار المائيه اللي بنشوفها هي والاعشاب المائيه اللي بنلاقيهم موجودين قريبين من الشاطئ او في بعض الاماكن من القاع بتاع البحر، لان هو بيلاقي في الاماكن دي اماكن امنه ليه ان هو يسكن فيها بعيد عن المفترسات اللي هي ممكن تهاجمه. فبيكون موجود بين الشعب بينتظر لحد ما يشوف الفريسه اللي هو عايز ياكلها، يخرج يلتقطها ويرجع تاني يتخبى في المكان الامن بتاعه ده. يبقى عشان نعرف نصطاد الكاليماري لازم نكون نعرف بنقرا الميه، زي ما قلنا في احد الفيديوهات واللي هتلاقوه موجود في علامه الاي دلوقتي. هو ان ازاي تعرف تقرا الميه بتاعتك، تعرف تشوف وانت واقف على الشط فين موجود شعب وفين موجود اشجار وفين موجود ارض رمله. يبقى عشان استهدف الكاليماري صح لازم ارمي في الارض الرمله بمحاذاه الشعب المرجانيه او بمحاذاه الاشجار، عشان يبتدي يخرج من الشعب دي ويخرج من الاشجار عشان يهاجم الرابيلا او اللباره بتاعتنا مكان ما هو شايفها. يبقى عشان اغريه واخرجه من مكان اللي هو عايش فيه لازم اعرف هو عايش فين. دلوقتي انا عرفت هو عايش فين، يبقى هعرف ازاي استهدفه. احيانا بتلاقي الشعب دي موجوده بموازاه الشاطئ جوه على بعد 50 60 100 متر او اكتر. يبقى في الحاله دي انا عايز ارمي اقصى حتفه ليا عشان ابتدي استهدفه من الشعب اللي امامي دي اللي موجوده جوه في الميه واجيبه. طيب انا لقيت الشعب عندي على الشط موجوده على اليمين، يبقى انا هشتغل في الارض الرمله اللي جنب الشعب بالمحاذاه عشان يبتدي هو يخرج من الشعب دي ويبتدي يهاجم الرابيلا بتاعتي. دي كانت اول معلومه لازم نكون عارفينها، اين يعيش الكاليماري. المعلومة التانية المهمة اللي لازم تعرفها عن صيد الكاليماري هي لازم تعرف الكائن اللي انت هتصطاده ده صفاته التشريحية ايه، شكله ايه، بيكون من ايه. هيكون في فيديو كامل بيتكلم عن شرح الصفة التشريحية للكاليماري، لان دي بتاخد وقت شوية فمش عايز اعطل لكم الفيديو ده او اطوله زيادة عن اللزوم. لكن اللي انا محتاجه في الصفة التشريحية دي معلومة واحدة بس انك تكون عارفها دلوقتي لحد ما نعمل الفيديو ده وننزله بعد كده، ولما ينزل هتلاقوه موجود في علامة الاي او في الوصف بتاع الفيديو اللينك بتاعه. دلوقتي انا عايزك تعرف عن الصفة التشريحية دي ان الكاليماري له 10 ارجل، منهم 2 طوال ومنهم 8 قصيرين. الارجل دي فيها مصاصات اللي هي بيمسك فيها الفريسه بتاعته عشان يحكم عليها انها ما تهربش منه، فبيمتصها وبيشفطها زي ما احنا ما موجود كده في الاخطبوط المصاصات دي. يبقى الاذرع بتاعت الكاليماري فيها مصاصات، وفي 2 طوال وفي 8 قصيرين، لان المعلومه دي هتبقى مهمه جدا لينا في الفيديو الجاي اللي هنتكلم عليه واحنا بنصطاد الكاليماري ازاي نلعبه عشان نعرف نصطاده. يبقى احنا كده عرفنا معلومتين عن الكاليماري، اين يعيش الكاليماري والصفه التشريحيه للكاليماري. المعلومه الثالثه والمهمه اللي عايزك تعرفها هي صفات وسلوك الكاليماري في الاكل. صفات الكاليماري كائن ذكي جدا، سريع جدا، حذر جدا. لو عرفت ال3 صفات دول واتعاملت معاهم وانت بتصطاد الكاليماري هتعرف تتعامل معاه صح.
الكاليماري من الكائنات اللي بتعتمد في صيدها للفرائس بتاعتها على حاسه النظر. في معلومه بتقول ان الكاليماري نظره ضعيف، لا، الكاليماري نظره حاد جدا، بيقدر يشوف الضوء الخافت الفوسفوري اللي موجود في العين بتاعت اللباره او اللي موجود في اخرها من تحت، دي بيشوفها على بعد 100 و200 متر. فهل اللي بيشوف نقطه الضوء الصغيره دي في قلب الميه يبقى ده نظره ضعيف ولا نظره حاد؟ يبقى احنا لازم نعرف المعلومات صح عشان نعرف نتعامل صح. يبقى انا دلوقتي عشان عرفت ان الكائن ده بيقدر يشوفني ويشوف الطعم اللي انا برميهوله واللور اللي انا رميها له من على بعد مسافات طويله جدا، يبقى انا لازم هعتمد خصوصا في الفتره الليليه على الضوء الفوسفوري اللي موجود عندي في الرابيلا او اللباره. يبقى انا لما عرفت هو بياكل ازاي، عرفت هتعامل معاه ازاي. يبقى انا عرفت كده ان هو كائن ذكي في اختيار الفرائس بتاعته ورؤيتها من اماكن بعيده. تاني حاجه هو كائن سريع جدا. الضوء الصغير اللي هو شافه في اللباره ده على بعد 100 و200 متر، هو في ثواني معدوده هتلاقيه موجود جنبها طاير في الميه صاروخ. لما بتبقى شايفه وهو بيتحرك، انا شفته وهو بيتحرك في اماكن كتير، لما بكون موجود على احد السقالات او احنا موجودين في المراكب. بس احنا السلسله دي بنتكلم على صيد الكاليماري من على الشط عشان بس نركز. كنت بشوفه وبشوف سلوكه في السرعه وهو بيجري في الميه، رهيب رهيب في السرعه بتاعته. يبقى انا عرفت كده ان هو لما هيشوف الضوء بتاعي ده هيجي من مكان بعيد جدا. يبقى انا عرفت اللي انا بستهدفه ده جاي لي منين. طالما عرفت جاي لي منين، يبقى انا هعرف اجيبه من بيته، المكان البعيد اللي هو موجود فيه. تمام كده؟ يبقى انا كده عرفت المعلومه الثالثه. فاضل فيها جزء كمان. احنا اتكلمنا على ان هو كائن ذكي وسريع. الصفه الثالثه والمهمه جدا هو كائن حذر. كائن حذر ازاي؟ ان هو لما بيجي يتعامل مع الرابيلا بتاعتنا او اللباره سكويد جيج، لما بيجي يتعامل وياكلها بتبص تلاقيه، انا شفته برضو وشوفنا في الفيديوهات الاجنبيه اللي متصوره تحت الميه، ان هو لما بيجي يقرب لها يبتدي يبص لها من كل الاتجاهات. هو ما بيجيش يهجم عليها كده، حذر، كائن حذر. واحيانا تلاقيه يعمل لها تاتش بس كده باحد الاذرع بتاعته. وكمان تلاقيه ساعات يمسكها من قدام بس، مش بيمسكها من ورا من عند الشوكه. كل الحاجات دي لان هو بيتعامل معاها بحذر شديد جدا. طيب الكائن الحذر ده اللي هو بيتعامل مع الرابيلا اللي موجوده قدامه او اللور دي، انا طالما عرفت ان هو كائن حذر، يبقى انا لازم اتعامل معاه بذكاء، لازم انا اكون اذكى منه. ازاي اقنعه ان اللور دي طبيعيه عشان الغي الحذر اللي موجود عنده واخليه يهاجمها على انها كائن بحري من الكائنات اللي هو بيستهدفها وياكلها. يبقى انا طالما عرفت الصفات بتاعته يبقى عرفت هتعامل معاه ازاي. ودي كانت المعلومه الثالثه. لو لسه ما اشتركتش في القناه تقدر تشترك وتدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس على الكل عشان تشوف باقي فيديوهات السلسله بتاعت اسرار صيد الكاليماري كلها في وقتها، يجي لك اشعار بيها. وهستنى منك لايك على الفيديو لو الفيديو عجبك. نكمل دلوقتي في المعلومة الرابعة اللي هي لازم تكون موجودة عندك وتعرفها عن الكاليماري عشان تحقق صيد ناجح وتخلي رحلتك ناجحة في صيد الكاليماري. ايه هي اوقات صيد الكاليماري؟ امتى اصطاد الكاليماري؟ امتى اصطاد الكاليماري؟ الاجابة هتكون على 3 اجزاء. اول جزء هو امتى موسم الكاليماري. تاني جزء امتى اصطاد الكاليماري في التاريخ في الشهر العربي. امتى اصطاد الكاليماري خلال اليوم. اول حاجه نتكلم عن مواسم صيد الكاليماري. مواسم صيد الكاليماري اللي موجوده عندنا هنا في مصر في البحر الاحمر او في البحر المتوسط هي في فتره الشتاء، اللي هي كنا بنستنى الكاليماري في شهر 10 ويفضل شغال معانا لحد شهر 3. اللي عايز اقوله لك ان الموضوع ده اتغير في اخر سنتين. الكاليماري بدأ يبقى بياكل معانا بشاير من نص شهر 8، وبقى في شهر فبراير نلحق القمرة بالعافية ونلاقيه بدأ يقل بعدها.
طيب معنى كده ان الكاليماري مش موجود طول السنه؟ لا، الكاليماري موجود طول السنه وتقدر تاخد منه، بس مش بنفس النسبه اللي بنتكلم عليها في المواسم. يعني انا مش قاعد اصطاد طول اليوم عشان اطلع كاليماريه يعني، واخد بالك؟ فانت كده احنا بنتكلم على الكاليماري كمواسم. التغير اللي حصل ده وان هو بدأ ياكل بدري ويخلص بدري، مرجعه ان هو ممكن يكون التغير اللي حصل في المناخ أثر عليه ككائن من الكائنات البحرية اللي لاحظنا تغيراتها الكتير في الفترة اللي فاتت. فعشان كده بقول لك ان هو بدأ ياكل بدري. فما تستناهوش لسه في شهر 10 و11، لا، ابتدي اشتغل عليه من اواخر شهر 8. هتلاقي بشاير، وفي شهر 9 ان شاء الله تلاقيه يبتدي ياكل معاك ان شاء الله باذن الله. طيب امتى اشتغل عليه؟ خلال الشهر العربي. خلال الشهر العربي بيكون موجود في فترة القمر البدر اللي موجودة في نص الشهر العربي، قبلها بشوية بعدها بشوية. طيب سؤال، هل هو مش موجود طول الشهر العربي؟ لا، موجود طول الشهر العربي. طب ما ينفعش اخد منه في الضلمة؟ لا، ممكن تاخد منه في الضلمة، بس افضل نتيجة هتكون في نص الشهر العربي، وان شاء الله هتاخد منه كميات كويسة. ولو انت موجود بطبيعتك قريب من المكان، يعني لو انت بتطلع رحلة في الشهر هتستهدفه في نص الشهر العربي. لو انت قريب من المكان وبتقدر تروح باستمرار، لا، روح كل يوم، وكل يوم ان شاء الله هتاخد منه كاليماري، سواء في اول الشهر او في نص الشهر او في اخر الشهر. طيب النقطة الثالثة اللي بتكمل المعلومة الرابعة هي اوقات صيد الكاليماري خلال اليوم. طيب انا خلال اليوم امتى اشتغل على الكاليماري؟ ابتدي اشتغل على الكاليماري من بعد صلاة العصر. هيبتدي يشتغل معاك ان شاء الله مرورا بفترة المغرب. كان قبل كده المعلومة القديمة بتقول ان الكاليماري نستهدفه بالليل بس، لا، موجود بالنهار، تقدر تاخده بالنهار، بس جايز يكون صدفت مع بعض الهواة ان هو خلال الليل بيكون اكتر، وهو بينشط بالليل برضو اكتر، لان هو احنا اتفقنا ان هو بيعتمد على الرؤية، ورؤيته للضوء الفسفوري بتكون اكتر بالليل. بس مش معنى كده انه مش موجود بالنهار، موجود بالنهار وتقدر تاخده، بس له اوقات بيكون في خلال اليوم كله، بيبقى اوقات نشاط عالي ونشاط متوسط ونشاط معدوم، وهقول لك على الاوقات كلها. طيب يبقى احنا قلنا هنشتغل عليه من بعد العصر، نلاقيه ممكن يشتغل معانا، وممكن يبتدي يشتغل من بعد المغرب. وبعدين هتبص تلاقيه لو هو ما اشتغلش معاك بعد المغرب، اعرف ان هو هيشتغل معاك مع بداية ظهور القمر. تمام؟ ولو هو اشتغل معاك من بعد العصر واشتغل ساعة المغرب، هيرجع يمنع. اول ما يمنع اعرف ان هو هيرجع يرد يشتغل تاني مع بداية ظهور القمر. اول القمر ما بيبقى عمودي على الميه بنسميها صلبة القمر، هو هيقف عن الاكل ومش هتعرف تاخد منه كاليماري، وهيبتدي ياكل معاك تاني لما القمر يكسر وهو بيروح. طيب تمام، عرفنا كده ان هو في وقت الصلبة بتاعت بالليل مش هياكل. ومرينا لحد فترة الفجر هيرجع ياكل معاك تاني، ويبتدي ياكل معاك فترة الفجر لحد بداية شروق الشمس. اول مع بدايه شروق الشمس هيقل معاك لحد ما ينعدم خالص مع فتره الصلبه بتاعت الشمس اللي هي فتره الظهر، اللي احنا عارفين فيها ان مفيش صيد سمك فيها. ومفيش سمك فيها. لازم نربط الاحداث ببعضها. هو الكاليماري بيتغذى على ايه؟ الكاليماري بيتغذى على الاسماك الصغيره اللي هي زي لما بنفتح الكاليماري ونلاقيه واكل ايه من جوه، بنلاقيه بياكل البسارية والزريعه بتاعت السمك، واحيانا نلاقي حبات سردين كامله او حبايه باغه كامله جوه. طيب الكائنات دي موجوده في فتره الشمس الظهر والشمس صلبه؟ لا، الكائنات دي اختفت. طالما اختفت هو هيختفي، لان هو عرف ان الاكل بتاعه مش موجود في الفتره دي. فلازم نربط الاحداث ببعضها ونفهم. لما هنفهم هنرتاح وهنحقق نتائج كويسه في الصيد بتاعنا. تمام. طيب انا عرفت كده ان في ساعه فتره الصلبه بتاعت الظهر هو مش هيشتغل، وهنرجع نشتغل عليه تاني من بعد العصر. يبقى انا كده عرفنا التوقيت اللي بنشتغل فيه الكاليماري. الاربع معلومات اللي قلتهم لك النهارده لازم تعرفهم قبل ما تفكر تصطاد كاليماري، ولما تعرفهم هيفرقوا معاك جدا، وهيخلوا صيدك للكاليماري مش تضييع وقت، مش واقف في وقت ما فيهوش صيد. لا، انا عرفت بصطاده امتى، وعرفت بصطاده منين، وعرفت سلوك الكائن اللي انا بصطاده ده شكله ايه. انت كده عرفت كل حاجة عن الهدف بتاعك. طالما عرفت كل حاجة عن الهدف بتاعك هتعرف تتعامل معاه بذكاء.
القصه مش اني احدف وارمي اللباره وايه ده دي جابت كاليماريه وبعدين بعد شويه لا مفيش مش عارف ايه. لا، انا لازم وانا برمي ابقى فاهم انا برمي فين وليه وامتى. لو كملت معايا الفيديو لحد الاخر ووصلت معايا لحد النهايه، احب اقول لك زي ما قلت لك في الفيديو الاولاني، انا مش هسيبك الا لما تكون نمره واحد في العالم في صيد الكاليماري، وهعرفك كل حاجه من الخبرات اللي انا حصلت عليها عن الكاليماري في صيده اللي مرت على خلال 40 سنه. عشان توصلك كل باقي الفيديوهات الخاصه بصيد الكاليماري او فيديوهات تانية كتير هتلاقوها موجودة على القناة وفيها فوائد ان شاء الله ومعلومات مفيدة جدا جدا هتساعدكم في الصيد. حتى لو انت كنت تعرف جزء من المعلومات دي ممكن اكون ضفت لك معلومة جديدة او راجعت معاك المعلومات اللي تعرفها، او لو كنت لسه بتبتدي فهتلاقيني موجود معاك وجنبك من البداية لحد الاحتراف سواء في صيد الاسماك او في الكاليماري. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس سبسكرايب، ودوس لايك للفيديو لو الفيديو عجبك واستفدت بمعلومة منه، وهستنى تكتب لي في التعليقات اي استفسار برد عليه بمنتهى الاهتمام. اي تعليق هتكتبه لي واكتب لي تجربتك عن صيد الكاليماري، انا كمان حابب استفاد واتعلم منك زي ما انا بحاول اوصل لك كل الخبرات اللي انا وصلت لها. وان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي. الى اللقاء.